ولا تقولي جيلي ولا تقولي ايس كريم. جايبه لك النهارده حلو صيفي طعمه خطير جدا وبسيط بساطه في طريقته ومقاديره وحاجه كده في منتهى الجمال. هنعمل النهارده الكريم كراميل البيتي. بجد يا جماعه طعم يخطف قلبي بمقادير بسيطه وكل مكوناته في البيت. وكمان لو عندك ولادك محيرينك في شرب اللبن واكل البيض هتديهولهم بطريقه حلوه هم اللي هيطلبوه منك كل مره. يلا بسرعه نشوف مع بعض الفيديو، بس ما تنسيش تصلي على النبي وتدوسي لايك للفيديو. اول حاجه هنكرمل السكر. عندي هنا نص كوبايه من السكر، هضيف عليها ربع كوبايه من الميه ومش هحركها ولا اي حاجه خالص، وهرفعها كده على النار. النار بتاعتي تكون هاديه ما تكونش عاليه قوي، ومش هجي جنبها خالص ولا هقلب ولا اي حاجه خالص لغايه ما ابص الاقي الجناب كده اخدت لون ذهبي فاتح. فخدي بالك احنا مش بنحرك الكزرونه ولا الطاسه قبل ما ياخد اللون خفيف كده ذهبي على جوانب الطاسه علشان ما يسكرش معايا. اول ما بلاقي اللون بدأ يغمق بالشكل ده ببدأ اقلب على طول باستمرار، طبعا مش بنسيبه وبنعمل اي حاجة تاني لانه سهل جدا انه يتحرق معاكي ويبوظ. بتوصلي للدرجة دي زي ما انت شايفة كده وبنطفي على طول وبنشيله علشان طبعا ايه ما يتحرقش معانا وياخد لون زيادة، وفي نفس الوقت بيكون طعمه فيه مرارة. زي ما انتوا عارفين ده كده سكر متكرمل مش صوص كراميل، يعني ده لو سيبناه يبرد شوية هيحجر ويكلبش كله في بعضه. فهنستخدمه على طول كده وهو سخن قبل ما يبرد. عندي بقى هنا قوالب الكب كيك او صينيه الكب كيك نفسها او اي صينيه عاديه يا جماعه، اي حاجه عندك ينفع تدخليها الفرن اشتغلي بيها على طول. اهم حاجه نصب على طول الكراميل كده وهو سخن علشان نقدر يتوزع كده بسرعه معاكي وما يتحجرش في الكازرولة. انا هنا كنت بوريكي ان الاكواب الورقيه دي ما تنفعش خالص في الوصفه دي، لان لسه طبعا هعمل له حمام ميه، فطبعا هتبوش منك ومش هتنفع معاكي خالص. فلازم حاجه تكون معدن زي ما انت شايفه كده، تبقى صينيه، تبقى قالب تيفال، حاجه كده تنفع تخش الفرن. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا ونحط 5 بيضات كبار او 6 صغيرين. انا كنت حاطه 6 عشان البيض اللي كنت بستخدمه بيض بلدي صغير. هنضيف عليهم نص كوبايه من السكر، وينفع تقلل السكر عن كده وتحط تلت كوبايه بس. وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا البودر او معلقه صغيره من الفانيليا السايله. واللبن لازم يكون ساقع كده او دافي بحراره الجسم، ما ينفعش ابدا يكون سخن كده بيغلي علشان لو نزل على البيض هيسويه. يبقى كده عندي كيلو لبن عليه تلت كوبايه سكر، 5 بيضات وفانيليا، بس مش اكتر من كده. ضربناهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط، اسرع حاجه وانجز حاجه. وبعد كده هصفيهم كويس قوي بالمصفى زي ما انتوا شايفين، علشان لو في بس بواقي بيض كده ما ضربتش معايا كويس نطلع كل ده. هنجيب بقى كده قوالب الكريم كراميل بتاعتنا بعد طبعا ما الكراميل نشف. عايزه اقول لكم بمجرد ما بيشم الهواء بينشف على طول، علشان كده بنستخدمه وهو سخن كده وبنحطه على طول في القوالب قبل ما يقفش. بصب بقى الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده في القوالب، وزي ما انتم ملاحظين انا بملاه للاخر علشان طبعا الكريم كراميل لما بيدخل الفرن وبيستوي بيكش كده والكميه بتقل، عكس بقى الكيكه لما بتزيد وبتنفش لا ده بقى بيقل لتحت. فانا بحب املاه بزياده علشان لما تكش ما يبقاش المج فاضي. زي ما قلت لك لو انت مش حابه تستخدمي قوالب الكب كيك الصغيره دي، حطيه في قالب الانجليش كيك الطويل ده او في اي قالب كيكه، وبعد ما يستوي اقلبيه وابدأي بقى قطعيه زيه زي الكيكه بالظبط، بيكون شكله تحفه جدا. وزي ما انتوا شفتوا كده مليت الصواني بتاعتي بالميه المغليه، يعني حوالي نص ارتفاع القوالب الكب كيك او القالب اللي انت هتحطيه. وطبعا ده علشان الكراميل اللي احنا حطيناه من تحت خالص ده ما يحجرش معاكي ويتحرق. وكمان استخدمنا المجات الصيني بتاعت النيش، ما تقلقوش خالص يا جماعه، زي ما دخلت زي ما طلعت، وهتشوفوها معايا في الاخر تسويتها مظبوطه وتسويتها حلوه جدا جدا. يعني لو مش عندك قوالب الكب كيك طلعي اي فناجيل موجوده عندك واشتغلي بيها، بجد خطيره جدا ولا هيحصل لها اي حاجه. دخلتها الفرن على 170 مسبقة التسخين. بتقعد معايا في الفرن حوالي ساعة، ساعة وخمس دقايق، ساعة أكتر ساعة أقل حسب الكمية اللي انت حطاها. كده كده احنا بنختبرها زي الكيكة بالظبط. بدخل كده الخله في قلب كل واحده فيهم وبختبرها، لو طلعت معايا نظيفه زي الكيكه بالظبط يبقى كده تمام. لو طلع فيها بواقي كده كريم كراميل بسيبها 5 دقايق كمان في الفرن. عايزه اقول لكم ان هي اخدت اللون ده كده من فوق من غير ما اولع لها الشوايه ولا اي حاجه. وطبعا لو احتاجت الشوايه لازم تولعي لها الشوايه كده لغايه ما تاخد اللون اللي انت عايزاه. بعد ما نطلعها طبعا من الفرن بتكون سخنه، مش بنيجي جنبها خالص، بسيبها تبرد وبعد كده ادخلها التلاجة ساعتين 3 4 يجمد بس كده ويمسك نفسه، وبعد كده نخرجه ونقلبه زي ما انتم شايفين بالطريقه الجميله دي. اقول لكم ايه بقى على شكله ولا طعمه ولا ريحته؟ بجد يا جماعه حاجه كده خطيره جدا، ولا المعلقه منه كده بتدوب دوبان في بقك وبتاخدك لمكان تاني خالص. اوعي بقى تعملي فيها نصحه وتروحي تحطي خل على اللبن. قال ايه يعني عشان يشيل زفاره البيض واللبن؟ هتبصي تلاقيه قلب معاكي لبن قاطع وجبنه، هي الفانيليا وبس.
شايفين بقى الطعام يا جماعة، ولا كمان وهو ساقع كده وينزل يرطبك كده في الجو اللي احنا فيه ده؟ بجد خطير جدا، ولادي كانوا واثقة ان هم هيطلبوه منك كل مرة. شايفين بقى المج الصيني؟ انت كمان ممكن ما تقلبوش في الطبق وتاكليه زي ما هو كده في مكانه على طول. مستنية ايه؟ يلا بسرعة قومي جربيه، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو.